السلام عليكم. النهارده معانا فيديو مهم قوي للفراخ. النهارده معانا العمر بتاعهم 22. ما شاء الله الفراخ عندي حجمها ما شاء الله بقى كويس. عاوزت ازود كمان علافة علشان برضك نتجنب الافتراس عندهم وما يموتوش بعض في وقت الاكل وكده. لازم نراعي الحتة ديت. كمان انا رافعه لهم على طوب اهوت، وزودت كمان سقاية. جبت سقاية 8 لتر مع سقاية كمان 4، علشان اهم حاجة المية لهم، عشان كل ما هياكلوا ويشربوا في درجة الحرارة اللي احنا فيها ديت. لازم اخد بالي من الصبح. بشيل الاكل من الساعة 11، انا بنزل لهم الساعة 6:30 كده، بحط لهم الاكل بدري علشان يلحقوا ياكلوا قبل الحر، عشان انا بشيل الساعة 11 الاكل وبسيب المية قدامهم وما بتحركش جنبهم علشان الاجهاد الحراري. وبحطه العصر الاكل بردك، وبنزل لهم تاني بردك بالليل ابص عليهم. اهم حاجة اخد بالي منها درجات الحرارة دلوقتي. بحط المشمع بالليل ومع تهوية بسيطة، وبحط لمبة حمراء بالليل بردك. الجو بقى صعب، والفيروسات انتشرت في اليومين دولت في الجو الملخبط دوت. نخلي بالنا من فراخنا، نخلي بالنا ونهتم بهم كويس علشان ناخد افضل نتيجة وما يجرى لهمش اي حاجة ويبعد عنا اي خسائر. هوريكم الدواء اللي انا جبته النهاردة عشان امنع بردك الفيروسات اللي ماشية اليومين دولت في الجو وكده. انا جبت علاج من عند البيطري لتجنب الفيروسات اللي ماشية اليومين دوت. اللي هو الازازة الشفافة ديت، بحط منه سنتي على الرتل. انا عندي سقاية 8 لتر، حطيت 8 سنتي بالتبادل مع دوت. يعني ده بالليل يبقى ده الصبح، ان شاء الله هحط ده الصبح بردك سنتي على الرتل بالتبادل كده. وهحصنه الفراخ اليومين دولت بالتحصينات بتاعة البيطري علشان الفيروسات اللي ماشية، عشان درجات الحرارة اللي مش منتظمة. وربنا يحسن ما بين ايدينا، والسلام عليكم.